مات مقهور. الناس ما رحمتهوش من التنمر بعد ما اتجوز من بنتين أكبر منه. فضلوا يقولوا له: انت مش شايف نفسك عامل ازاي وهم عاملين ازاي؟ في فرق في السرعات يا عزيز. طب انت اتمرنت كويس قبل ما تاخد الخطوة دي؟ صحاب عزيز كانوا دايما بينصحوه يكبر دماغه وما يردش عليهم وهم هيسكتوا أكيد، لكن للأسف عزيز الغلبان ما كانش بيكبر دماغه، وكان بيسرح كتير عشان يفكر في طريقة للرد، وبدأ ينزل لهم بفيديوهات يثبت لهم انه يقدر عليهم، وانه اي نعم صغير لكن نينجا. رد عليهم بفيديو ظهرت فيه واحدة من زوجاته وهي حامل، وماشى جنبها عزيز بكل فخر عشان يثبت للمتنمرين انه قد المسؤولية. وبعد ما عزيز نشر الفيديو فكر انه كده رد عليهم، لكن ده للأسف ما تمرش في ولاد الحرام، ولقيوها فرصة يستفزوه ويسخروا منه أكتر وأكتر، وقالوا له: ابن مين ده الطفل؟ ما فيهوش أي شبه منك خالص يا عزيز. وهنا عزيز اتصدم بردود الناس وما عرفش يقول ايه، لكنه حاول يستوعب الصدمة شوية ورد وقال: أنا اتولدت في السعودية وعندي خلل في هرمون النمو، ومش أنا الوحيد اللي عندي الخلل ده، كوسكا البابا عنده لكنه أقوى مني، قدر يحتوي المشكلة وما شغلش باله بالناس اللي بتتريق، ومحمد عيد عنده وهو كمان اتجوز بنات أكبر منه، وفي فرق في السرعات باين قوي بينهم. اشمعنى أنا تنمرتوا عليا وسبتوه هو، ولا عشان هو فقير وأنا غني؟ طب أنا عندي خلل في الهرمونات وعندي مشاكل صحية تانية مخلياني معرض للموت في أي لحظة. مستكترين عليا الكام قصر والكام عربية اللي معايا؟ مستكترين عليا يبقى عندي جمهور وناس بتتابعني بالملايين على السوشيال ميديا؟ مستكترين عليا البنتين الصاروخ اللي اتجوزتهم؟ انتم ناس مريضة وناقصة، وأغلبكم فاشل في حياته العملية، وبيجي في صفحتي يتريق عشان يداري على خيبته. أنا مش مسامح أي حد اتنمر عليا، وإن شاء الله تتردله ويخلف واحد عنده نفس مرضي. بعد الكلمتين دول اختفى عزيز وغاب عن عيون مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة. الناس قلقت من الغياب الطويل ده وفضلوا يسألوا عزيز اختفى فين، لكن المقربين منه قالوا انه في المستشفى لانه بيمر بظروف صحية صعبة. ومن يوم كتب واحد من صحابه على صفحته: الله يرحمك يا عزيز، إنا لله وإنا إليه راجعون. مات عزيز، مات مقهور وهو عنده 27 سنة، بعد ما ساهم في رسم البسمة على وجوه الناس بخفة دمه وفيديوهاته وحركاته العفوية اللي بتجيب صريخ ضحك بمجرد ما يعملها. وفي النهاية حابين نسأل المتنمرين: يا ترى ارتحتوا بعد ما تسببتوا في موت شاب غلبان كان كل حلمه انه يلاقي حاجة تعوضه عن مرضه اللي اتكتب عليه؟ ربنا يرحمك يا عزيز ويسكنك فسيح جناته ويجازي الناس اللي تسببت في أذيتك.